بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في بث جديد مع محمود العواد. في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى سنعلق على لقاء الشيخ حسين مطاوع مع الأستاذ أشرف السعد. طبعا معروف أشرف السعد صاحب شركات السعد للاستثمار، اللي هو جيلنا يعني كان في الثمانينات والتسعينات، أو تقريبا يعني على ما أتذكر كان أواخر الثمانينات أو أوائل التسعينيات. كان شركات الاستثمار بتاعت أشرف السعد وجماعة وأحمد الريان، قصة دي كلها. المهم يعني شفت لقاء بين الشيخ حسين مطاوع وبين أشرف السعد، وللأسف الشديد يعني لما تيجي تلتقي مع مشهور، معلش يعني هذا المشهور انت كشيخ المفترض انك انت في الاصل، يعني في الاصل انك راجل يعني عندك شرع، يعني انت بتاع شرع، يعني مثلا ايه، لو في اي خطأ شرعي انت المفترض تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تراجعه. يعني مش مجرد انك انت بتلتقي بواحد مشهور زي كده. طبعا اشرف السعد يعني راجل معروف يعني اساسا، في احاديث صحيحه ما بيؤمنش بيها والقصه دي كلها، وبيتكلم كلام يعني غريب جدا. انت المفترض انت عامل لقاء معاه، معلش يبقى انت المفترض تعمل ايه؟ تراجعه في كده، والا انت بقى تستضيفه في حاجات وتقعد. ما اعرفش هل هذه مداهنه؟ يعني اعتقد يعني انت مثلا المفترض تقول الحق. يعني انت المفترض يا شيخ حسين لما واحد زي ده تلتقي بيه ويجي يتكلم كلام يخالف شرع الله، المفترض انت تعمل ايه؟ ترده. انت مش جاي بس يعني عايز تمشي القصه يعني. واعتقد ما تعملش معاه لقاء. فالمشكله كبيره جدا. احنا هنعرض كلام الشيخ حسين وكلام اشرف السعد والمخالفات الشرعيه، وهنذكر منها مخالفتين ذكرهم اشرف السعد ولم يتفوه الشيخ حسين مطاوع للاسف شديد. ليه؟ مش عارف. فهذه المساله خطيره جدا يعني يا شيخ حسين. انت ليه ما ردتوش؟ وليه ما قلتلوش لا اقف هنا؟ عادي يعني، انت تنصحه يا اخي على الاقل المستمعين. الغريبه بقى ان المستمعين كمان، ما يعني ماذا اقول، المستمعين نفسهم ما علقوش ولا ردوا على المخالفات اللي قالها اشرف السعد، يعني لا الشيخ حسين ولا المتابعين بتوعه. فتعالوا بس بينا معلش، تعالوا نشوف نسمع كده. ولما بيسالوا الشيخ حسين عن الشرع والخروج على الحاكم ومش عارف ايه والكلام ده كله، تعالوا بس الاول نجيب المقطع وبعدين ان شاء الله نعلق عليه مع بعضنا. تاخد كده المقطع. هيا ايوه كده. طيب عايزين نصغر شويه، مفيش مشكله خالص، نعمله كده. حلو قوي. هنسمع مع بعض ونعلق عليه واحده واحده ان شاء الله. طيب هنا بقى، يعني هنا بقى حضرتك مثلا يعني ما نظرتش للجانب الشرعي في الموضوع، ان ده حرام، موضوع خروج على حاكم وما الى ذلك يعني لا، ما انت خلي بالك، الحلال والحرام ده سهل قوي انك تجيب له فتاوي يعني. وبعدين يعني انت انا اعرف ليا اصحاب شيوخ من جميع الافكار يعني. انا كنت صاحب كل من لا بس الموضوع ده الامر فيه ما فيش فيه كلام يعني ده. لا ما يعني انت بالنسبه لك انت عندك، انما انا برضو في ناس هقول هم هي دي الفتوى الصحيحه، بالرغم ان ممكن ابقى عارف انها مش صحيحه، بس هي دي اللي انا زي ما بيقول لك حطها في رقبه عالم وقابل ربنا سالم. فمساله الخروج على الحاكم وكده ما كانش في دماغي اساسا. طيب هو البيه يعني الشيخ بيقول له مساله الخروج على الحاكم ما كانتش في دماغه. طيب انت اعطي نبذه كده، قول له لا الخروج على الحاكم كذا وكذا. وما كانش في دماغه اشرف السعد، معروف يعني اشرف السعد ما يعني انا يعني يقبع تحت خط الفقر في العلم الشرعي، معروف يعني الراجل ده
وليه كلام كده ويقول لك اصلا مش معقوله، ويجيب احاديث صحيحه اصلا دي مش مقبوله عقلا. انت معامل لقاء مع واحد المفترض انك انت ما تمررش حاجات شرعيه، يعني ما تمررش حاجات شرعيه، ما ينفعش، مش في دماغه الخروج. وده بيقول له اه طيب الفتاوى، طب يا اخي انت على الاقل من الكلام ده تقول له لا معلش منهج اهل السنه والجماعه كذا وكذا، ومعلش انت المفترض مفيش حاجه اسمها تروح تخترع فتاوى. اقول انا عندي شيوخ من كل الملل او من كل الاحزاب والجماعات، عنده اصحابه يعني شيوخ من الاخوان وشيوخ من مش عارف من مين ومن الصوفيه يعني هيجيب فتوى ان ده حلال، يقول له لا، المفترض يعني يقول له لا، الكلام ده غير صحيح. يعني من تتبع رخص العلماء فقد جمع فيه الشر كله. هذه مسألة يعني معروفة. ما علينا، الأخطر جاي ورا يعني. تعالوا نكمل بس وهتشوفوا الطماط مشكلة كبيرة جدا. مش عارف ازاي الشيخ حسين ازاي يعني عدى الموضوع مع أشرف السعد، ما اعرفش والله. اتفضلوا. ساعتها وهو حتى لو حلال الخروج على الحاكم، يعني ما فيش عقل يقبل ان البلاد تروح كده عشان تخرج على الحاكم. يعني يعني حتى لو في حديث صحيحه انا مش هقبلها يعني. انا مش هقبل، مفيش حد يقول ان البلد تتدمر كده عشان ايه يعني لو حتى في احاديث صحيحه مش هقبلها، لو حتى في احاديث صحيحه مش هقبلها، والبلاد تتدمر. ايه اللي بيدمر؟ لا يمكن ان يكون الشرع فيه ضرر للبلاد والعباد، لا يمكن. اي حديث صحيح مش هيقبله طالما في حاجه هو عايزها. طب الشيخ حسين رد، قال له ازاي لا نقبل الاحاديث الصحيحه؟ هذا الرجل لا ما يعرفش حاجه لا في الحديث ولا غيره، يعني ممكن يجيب حديث ضعيف. يعني كان طالع من كام يوم اشرف السعد ده يقول لك يعني في مقول عندنا المال الحرام ما يدومش، وقعد يضرب امثله وفي ناس تصدقه. طب اكتر مال بيدوم الحرام، واكتر مش معنى كده ان انا بقول، هو بيقول مش معنى كده انا بقول المال الحرام. ايه يا عم في ايه؟ له يعني تقليعات وتخريفات. هذا الرجل ما انزل الله بها من سلطان، ومع ذلك الشيخ حسين لم يعلق ولم يعترض على قوله حتى لو فيها احاديث صحيحه مش هقبلها. طيب هل هذا يجوز؟ انت عايز تعمل لقاء معاه وخلاص؟ المعلقين انا شفت التعليقات ان حد يرد ازاي ما تقبلش حديث صحيح. طب انت مستضيفه ليه؟ يا اخي استضيف حد على المنهج، انت سمتك وشكلك يعني تبع السنه والجماعه وكده، استضيف حد على المنهج. او لو غلط لا رده. ما ممكن حد يسمع ويقول لك الشيخ حسين اقروا على ذلك. شوف ازاي ممكن الشيخ حسين هم يقولوا كده يتهموك. انا بقول الكلام مصلحتك يا شيخ حسين، يتهموك انك انت اقريت اشرف السعد على هذه الكلمه. ايه يعني لو حديث لو في احاديث صحيحه مش هقبلها والبلاد تضيع؟ ايه تضيع؟ انت بلاش مزايده وبلاش كلام فارغ يعني. طيب وقف عند كده؟ لا، تعالوا نكمل ونشوف برضو اخطا في ايه. والشيخ حسين يعني لا يحرك ساكنا للاسف الشديد. تعالوا نكمل. انا فوق انا فوق جدا. انا ما استمريت، انا ايام يمكن شهر بالكثير، وفوق جدا جدا جدا. ورغم اني عايش في وسطيهم بس بسرعه بسرعه زي ما تقول نفرتهم يعني ما يعني انا فاكر قصه اسلام سيدنا عمر كان رايح يقتل النبي. دي قصه صحيحه. سمع سوره طه وسمع القران. ايوه نعم. يعني في النهايه النتيجه انه كان رايح يقتل النبي، وبعدين بقى عمر بن الخطاب. فانا ما عنديش غضاضه. طيب يا جماعه الخير، هو دلوقتي انا هاخد الحته دي وخلاص. يعني انا هاخد النقطه دي ويعني اوقف كده، اخد الجزئيه دي والجزئيه اللي فاتت. يبقى الراجل ده ما بيقبلش لو اي حديث صحيح، مش هيقبله وينفذ اللي في دماغه بظنه ان البلد هتضيع، بظنه ان هو الاحاديث الصحيحه هي ممكن تكون ضد مصلحه البلاد والعباد. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيقول له ان سيدنا عمر، قصه اسلام سيدنا عمر حتى سأل
كان بيقول له هو كان رايح يقتل النبي واسلم، فبيقول له القصه دي صحيحه. فالشيخ حسين يقول له يا شيخ حسين القصه ضعيفه، القصه ضعيفه. مع انه يعني اشرف السعد قال له القصه صحيحه، واقروا كمان وقال له القصه صحيحه. حسين مطوع برضه قال له صحيحه، وكمان اكد له لما راح قرأ سوره طه. طيب انا طبعا انا عشان اورد لك انا بس هقرأ لك يعني حاجه بسيطه خالص من ضعف هذه القصه واختم، يعني عشان خاطر ما نطولش. ليه؟ لان انا لو قرأت كتير جدا، واخد بالك ازاي؟ تعالوا نقرأ ونشوف يعني هذه القصه صحيحه ولا مش صحيحه. تعالوا نشوف. اولا نشوف اقوال العلماء في هذه المساله، عشان خاطر يعني نجلي هذه المساله ضروري جدا. يعني وردت روايات عده في سبب اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منها انه خرج يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر بان اخته قد اسلمت. روى هذه الحادثة ابن سعد في الطبقات الكبرى الجزء 3 صفحة 267، وابن شبة في تاريخ المدينة الجزء الثاني صفحة 657، وغيرهم عن إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا القاسم بن عثمان البصري، وعلى فكرة القاسم بن عثمان البصري ضعيف، عن أنس بن مالك قال خرج عمر متقلد السيف فلقيه رجل من بني زهرة وقال أين تعمد يا عمر؟ فقال أريد أن أقتل محمدا. قال وكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمد؟ فقال عمر ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي أنت عليه. قال أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك ختنك واختك قد صبوا وترك الذي أنت عليه. قال فمشى عمر ذامرا حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب. قال فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت فدخل عليهما فقال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قال وكانوا يقرؤون طه الحديث. وهذا سند ضعيف لأن فيه القاسم ابن عثمان البصري. قال الدارقطني رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث في السنن القاسم ابن عثمان ليس بالقوي. وقال الذهبي رحمه الله القاسم ابن عثمان البصري عن أنس. قال البخاري له أحاديث لا يتابع عليها. قلت حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمر وهي منكرة جدا. انتهى من ميزان الاعتدال صفحة الجزء الثالث صفحة 375. وذكر ابن إسحاق في السيرة صفحة 181 بغير إسناد. يعني أنا عايز بس وروى البزار كشف الأستار جزء 3 صفحة 169 وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد فضائل الصحابة صفحة 376 وغيرهما عن إسحاق ابن إبراهيم الخنيني وعن أسامة ابن زيد يعني ابن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال لنا عمر أتحبون أن أعلمكم بدو إسلامي؟ قلنا نعم. قال كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أنا في يوم حار في بعض طرق مكة إذ لقيني رجل من قريش فقال أنا تذهب يا ابن الخطاب؟ قال قلت أريد هذا الذي قال عجبا لك تزعم أنك هكذا وقال لك هذا الأمر بيتك. قلت وما ذاك؟ قال أختك قد صبت. قال فرجعت مغضبا الحديث. وقال البزار عقبه لا نعلم رواه بهذا السند إلا الحنيني ولا نعلم إسلام عمر أحسن من هذا الإسناد على أن الحنيني خرج من المدينة. المهم
قال الذهبي رحمه الله: إسحاق بن إبراهيم الحنين ضعفه ابن عدي وغيره، وقال البخاري فيه نظر. انتهى من المغني جزء أول صفحة 68. وفي إسناده أيضا أسامة بن زيد بن أسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أسامة بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني ضعيف من قبل حفظه. انتهى من تقريب التهذيب صفحة 98. أنا طبعا مش عايز يعني أتكلم أكثر من هذا. الحديث هذا ضعيف، والشيخ حسين لم يوقف، بل أقر أشرف السعد صراحة. يعني لما أشرف السعد أنكر، يعني قال لو أن في أحاديث صحيحة مش هقبلها، لم يعقب. المفترض يعقب عليه ويعلق عليه. لما تكلم برضه قبل ذلك برضه ما علقش عليه، يعني ما علقش عليه. حكى قصة سيدنا عمر، مع أنه قال له أسلم عمر راح يقتل سيدنا محمد، وأكد له حسين مطاوع، الشيخ حسين أكد له أنه كان يقرأ سورة طه. القصة ضعيفة، لم تثبت يا شيخ حسين. يعني أنا لو أنت سكت زي حتى ما سكت لما قال حتى لو حديث ضعيفة، لو حديث صحيح مش هقبلها، وسكت ما علقتش ولم تعترض ولم تستنكر ولا تنكر، على الأقل أنكر عليه. يعني تنكر عليه، إيه المشكلة؟ ما أنكرتش عليه، إزاي بقى حديث صحيح وما أخدوش؟ أرد الحديث الصحيح إزاي؟ ما ينفعش. المفروض تنكر عليه يا شيخ حسين. طيب ما انكرتش في الاولى، في الثانيه ان تنكر وتقول له ان هذا الحديث ضعيف ولم يثبت، لا ده انت كمان بتاكده له، تقول له وكمان قرأ سوره طه. اعتقد يا شيخ حسين انا يعني بطلب منك رجاء فضلا وليس امرا، مع انه ده دين، تطلع تعتذر وتطلع تصحح المعلومه دي، تطلع تعلق على مسألة رد الحديث الضعيف وحكمه، وإن هل يعني مشكلة اطلع تتكلم عن الحديث الضعيف، وإن أصلا واجب على كل مسلم أن يقبله، لا يرد أي حديث ضعيف صحيح. يعني لا يمكن أن يرد حديث صحيح. إذا ثبت حديث صحيح يجب علينا أن نقبله ولا نرده. أشرف السعد بيقول لك نرده، وأنت ما سكت ما تكلمتش. حتى مجرد الإنكار ما أنكرتش الشيخ حسين، والحديث اللي انت اقريته وسالك وقال لك الحديث هذا صحيح، قلت له نعم ايوه صحيح. وبعدين قلت ايه؟ وانا طبعا عرضت الفيديو، قلت له وكمان قرأ سورة طه، اسلام سيدنا عمر، يعني قصه اسلام سيدنا عمر لم تثبت، وانا قرأت لك العلماء الحديث لم تثبت. فانا بطالبك من هنا انك تطلع تعتذر عن هذا الخطأ وتصحح المعلومه، وتقول ان الحديث ضعيف وانا اخطات، ويعني وتقول انا ما انكرتش على اشرف السعد وتعتذر للناس. انت راجل طالع بسمت شيخ، دي حاجه. الحاجه الثانيه، المتابعين اللي تحتي لك يعني ولا حد في دماغه مرحبا بالشيخ حسين وضيفي. اهم حاجه انتوا الشو، يعني ايه من مستضيف مشهور. اتقوا الله. هذا سيكتب عندك يا شيخ حسين، وانا عارفك يا شيخ حسين رجاع للحق، اعتقد يعني اظن في كذلك. لما انا قبل كده انت ذكرت حديث وهو قول، وانا مش عارف ازاي اختلط عليك مع علينا، لما ما هكذا تورد الابل، وانت نسبت هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم. اوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الابل. انت قلت قال رسول الله، وانا طلعت رديت عليك، وانت طلعت اعتذرت بالفعل. فهل ستخرج رجاء، هل ستخرج وتعتذر عن تصحيحك لحديث ضعيف، وسكوتك عن وصمتك عن قول اشرف السعد المنكر بانه قال لو في احاديث صحيحه مش هقبلها؟ هل انكرت عليه؟ يجب ان تصحح هذه المعلومه، يا ريت وتطلع تعتذر عنها، وهذا دين وانت حر في النهايه. يعني في اخر هذه الحلقه اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.